السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة المشاهدين، إخوة القناة كاملين، جميع المشاهدين والمشاهدات، الإخوة الحرفيين، تحية لكم، تحية للجميع. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، بصحة وعافية. الموضوع ديالنا اليوم ديال كيفاش يمكن تختار تزليج، وكيفاش يمكن تختار المعلم اللي غيخدم لك التزليج، والأثمنة اللي ولات يعني غتبدل الأثمنة على الثمن ديال زمان، وكل سلعة ولات بثمن. يعني نبداو البداية من الزليج ديال جلي الصغير ديال 35. هي اللي كاينة دابا 35 على 35 ولا 40 و 41 أو 45 على 45. المهم هادو الأثمنة ديالهم كيتبداو من هادي يبانو في الصور، كيبداو من سميتو من 40 درهم لحد الآن، 40 درهم حتى 45 درهم حتى 50 درهم على حسب العمل. يكونوا مخدومين بالكولا، ويخدموا بالدوبل كولاج وبنظام التسوية باش يكون داكشي مزيان. اما بالنسبه للزليج 60 على 60 كومباكتو، الثمن ديالو كيبدا من 60 درهم، 60 درهم وما فوق، يعني 60 70 حتى هو نفس الطريقه. دوبل كولاج، انا كنأكد عليها، دوبل كولاج ونظام التسويه ضروري، وكيكون حتى الشوفراج، ولكن هو ديال الارض ما فيش شوفراج. بالنسبه للزليج كبير متوسط، يعني كرون فورما متوسط، سميتو متر وعشرين على 60، متر وعشرين على 60، الثمن ديالها كتبدا من 90 درهم، 100 درهم، 120 على حسب المساحة والعدد. اللي عنده عدد قليل غيتقام عليه بكثر، يعني واحد عنده حمام وعنده 10 متر ولا 15 ولا هذا، راه ما تحسبش المتر، تحسب فورخي. يعني يتقام في الطوطال ديالها، يتقام المتر بواحد 200 درهم ولا 300 حتى 400 درهم حتى 500. يعني عنده هاد الريكول، يعني المتر راه كيتحسب فوق العدد، فوق 100 متر، من 100 متر والفوق كيتحسب هذيك الساعة تبدا تحسب المتر. ولا كانت هاد 100 متر ما فيهاش خدمة جديدة، ما كاينش فيها الكراطاج، ما كاينش فيها يعني خدمة جديدة، تحسب ما بين 90 100 درهم حتى 110 درهم 120. وتا هو بدوبل كولاج، بنظام التسوية، سميتو كيكون الشوفراج في الحيط. بالنسبة للشوفراج، القناتي ديال الشوفراج او نيش ولا شي حاجة، الشوفراج كيتحسب تقريبا كيدير ما بين 70 درهم 80 درهم المتر لينير. ولي نيش راهم كيتحسبوا ديال الحمامات كيتحسبوا فورفي، يعني كيبداو من 400 درهم 500 600 حتى 1000 على حسب الكيفية والنوعية ديال النيش اللي غادي يكون، باش الإخوان يكونوا عارفين. يعني الأثمنة راه تزادت، واللي كيقلب على الجودة راه باش يجيب معلم مزيان اللي غادي يصاوب ليه المسائل ديالو. اما اللي كيقلب على اقل ثمن راه ضروري غادي يطيح في شي حاجه اللي ماشي تليه، وكيقول ما كاينش الحرفيين. يعني كاين تبارك الله الخير ديال الحرفيين، الانسان يختار حرفي اللي غادي يصاوب ليه ويتهلا فيه الثمن. يعني الحرفي راه ما كانش ناشط راه ما غاديش يخدم، وليه هو حرفي راه ما غاديش الخدمه ديال جوج. وبالنسبه للاثمنه، يعني كاين ما يتقال في الاثمنه بزاف. كاين اللي كيدير غير الباكيت، كاين اللي وكنصح ما يبقاش يديروا باكيت، الشوفراج احسن. والانسان يحاول يتكلف يتحمل المصاريف ديال الشوفراج باش يطلع ليه الخدمه زوينه وما يجيش فيها الديفو. ودوبل كولاج، نظام التسويه، هادو مهمين في العمل باش العمل يجي مزيان وتكون الكولا مزيانه. الانسان ما يمشيش يشري شي كولا اللي رخيصه، كاين الكولا اللي دايره 50 درهم او 60 درهم، راه ماشي كولا دايره اطراب.
الكولا مزيانة، راه كاين السي ان سيدو، الكولا ديال الفليكس، يعني كاين الكولا ديال الحرارة، ديال السطوحة، كاين ديال لابيسين، كاين ديال زليج كرون فورم، يعني زليج كبير، يعني اللي كيتحمل يعني فوق 40 كيلو غرام في المتر الكاري. ويعني كاين انواع ديال الكولا، راه متاوين الثمن، كيبداو تقريبا من 120 درهم حتى ل 300 حتى ل 400 درهم ديال الثمن ديال الصاك الواحد فيه 25 كيلو. ايوا هذا مادام كيبان لك هذا الفرق، راه الانسان يعرف راه كاينه شي حاجه زايده. وهادشي اللي كاين، الانسان اللي بغا يصاوب مع حالو ما يتشطرش. تبارك الله عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى.